ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ منورنا النهارده والله. قول لي بقى يا محمد، انت بقالك قد ايه ما نزلتش مصر؟ بقالي 3 شهور كده. 3 شهور بره مصر. طب احكي لي يا محمد، الفتره اللي بتقعدها بره مصر ايام ما كنت في سويسرا او حتى دلوقتي وانت في انجلترا، بتقضيها ازاي؟ ايه اكتر حاجه مثلا بتوحشك في مصر؟ يعني حاجات كتير يعني الاهرامات، النيل، البرج، وشوش الناس الطيبه، الحنيه، الاطفال وهي بتلعب في النجيله تحس ان انت برضه يعني يعني حاجات كتير كده. بس اكتر حاجه بتوحشني في مصر اكيد والدتك طبعا يعني. لا الاكل. الاكل اكتر حاجه بتوحشك. طب بتتصرف ازاي هناك في قصه الاكل دي؟ لا انا مظبط بنت على خطوط الطيران المصري القاهري الانجليزي. يعني بنت مضيفه يعني مضيفة، شغاله ضابط بنت مضيفة يعني. هي بتنزل البلد بتجيب الأكل من أمي، تبعته على الفندق في تشيلسي في حلل وكده، وباكل أنا وأصحابي اللعيبة. وعايز أقول لك إن أوسكار ما بياكلش غير من إيد أمي. واضح ان والدتك نفسها حلو جدا في الاكل يعني. لا مش موضوع نفس، موضوع توفير. توفير. لأن أنت لو مش صاحي وفايق في إنجلترا مش هتكسر قرش. ازاي يعني يا محمد؟ يعني مش هتحوش ولا شيلين، لأن الجنيه ب 10 استرليني في انا عارف النقطه دي يعني. والموضوع صعب جدا، المعيشه صعبه، فانت بتحاول توفر على قد ما تقدر عشان خاطر توفر في ايه يا محمد؟ مثلا اديني مثال يعني. هقول لك، انا اول ما نزلت تشيلسي خدت التيشيرت الاصلي. اكيد، ما انت لعيب دلوقتي في تشيلسي يا محمد، اكيد هيدوك التيشيرت الاصلي يعني. عايز اقول لك، اول ما نزلت من المطار دخلت على شارع الشوارع على طول. بعته. بعت ايه؟ بعت التيشيرت الاصلي وجبت التيشيرت دوت 25. عملت مصلحه بنت حرام يا فندم. مصلحه في التيشيرت بتاع بنت حرام. وطبعت اسمك وعملت كل حاجه. لا انا ما لقيتش اسم على التيشيرتات فجبت بتاعت اسمي. مش هتقول لا. لا مش هتقول لا طبعا. طب يا ابو حميد، انا يعني حابب تكلمني عن علاقتك بمورينيو. علاقه من طرف واحد. بمعنى؟ لا تعليق. ايوه يعني انا لا عايز. لا تعليق. محمد، انت لسه لعيب صغير وقدامك مشوار طويل ان شاء الله. ايه المحطه اللي جايه بعد تشيلسي؟ انبي بقى ان شاء الله. انبي. يعني فلوسها حلوه، بيدوك كوبونات بتمون ببلاش بنزين، في وظيفه بتتعين في النادي بعد لو بطلت يعني كوره